معقولة لحد دلوقتي لسه في ناس بتقع في الخطأ ده مش عارفة المكونات ايه؟ عايزة اقول لكم صاحب المطعم نفسه طلب المقادير وبعملها ازاي، وعايزة اقول لكم بجد من الاخر والحمد لله بفضل الله، ده بفضل ربنا، علشان بقول لكم على كل معلومة وكل نصيحة بتستفيدوا منها. والله العظيم يشهد عليا ربنا وعلى كل كلمة بقولها ومعلومة بجد هتشموا الريحة بتاعتها. كل اللي طالع واللي نازل هيعرف ان شيماء بتعمل قرص. هنعملها قرص مش هنعملها كفته. تمام. عايزه اقول لكم بقى المكونات بتاعتنا عباره عن ايه، والسر اللي بنحطه في قلب الخلطه بتاعتنا ايه هي، للناس اللي طلبتها مني كتير. وعايزه اقول لكم كنت رفعته من سنه تقريبا وحبيت ان انا اقول لكم المقادير بجد من الاخر يا بنات. بصوا بصوا طريقه كده وتعرفوا ان انت تشتغليها مش قاسيه معاكي. عارفه ده من ايه؟ بصي بقى، اول حاجه هتجيبي كيلو رز وتغسليه كويس جدا، ولو رز بلدي جديد لسه السنه دي الجديد بتاع الفلاحين وشاريينه، اغسلوا الرز بتاعك كويس جدا وما تنقحوش، وما ينفعش تحطوا له بيكنج باودر. اما لو رز قديم عندك من سنه او 2 وجيتي غسلتيه، انقعيه شويه 5 دقايق كده ولا حاجه، وتحط له ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام كده. ده غسيل الرز وشرحه. هتجيبي بقى ربطه كزبره وربطه شبت وربطه بقدونس، بس البقدونس هتاخدوا منه عودين 2 بس، اما الكزبره هتاخدي ربطه كزبره وربطه شبت، وهتاخدوا نص ربطه الشبت بس كمان، علشان برضو ده على الكيلو الرز، علشان ما تطلعش لونها اخضر قوي زياده معاكي، او على حسب ما انت عايزه كده. تمام. هتجيبي بصلايه كبيره قوي، يا اما بصلتين 2 متوسطين على 4 فصوص ثوم. كفته يعني توم وبصل، بيحب التوم والبصل، حلوه قوي كده. تمام. طيب التوابل بتاعتنا بقى ايه يا شيماء؟ بس تخرطيهم برده كويس جدا. هتعملي بلحمه ولا هتعملي بفراخ؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لو هتعملي بصدور الفراخ يبقى هتحطي معاها توابل فراخ. لو هتعملي بلحمه يبقى تحطي توابل لحمه. احنا النهارده عاملينها بايه؟ عاملينها بصدور الفراخ. حاطين معاها التوابل بتاعتها ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وتوابل فراخ ونص معلقه صغيره خالص من القرفه، بتودي الطعم في حته تانية خالص. بلاش تحطي بيكنج باودر زي ما قلت لكم لو رز لسه عاملاه ولسه جايلك جديد وبتعملي منه، اما لو رز قديم هتحطي يعني طرف المعلقه من البيكنج باودر. تمام. طب لو هنعمل بلحمه يبقى هنحط توابل لحمه، نفس التوابل اللي حطيناها هنحطها، بس هنغير ايه توابل اللحمه مكان توابل الفراخ. عايزه اقول لكم القرفه حلوه قوي ان كانت مع الفراخ او مع اللحمه، بتودي الطعم في حته تانية خالص. بصوا شايفين الجمال. وتضربها عندك كبه بقى اضربيها، ما عندكيش ممكن تعمليها في الايه في المفرمه بره، هتجيلك بهذا الشكل جميله قوي. طيب لو احنا هنعملها قرص ما بننعمهاش، لو احنا هنعملها كفته صوابع بننعمها كويس جدا علشان تبقى ماسكه نفسها شويه. لو هتعملي قرص انصحك نصيحه كده، ما تهريهاش في الدق او في المفرمه، ما تخليهاش ناعمه في المفرمه علشان تبقى دايبه كده وطعمها حلو. تمام. ولما تيجي تعملي القرص خلي السمك بتاعها اللي هو ايه مقارب للتخن شويه، بالذات لما يكون عاملاها بصدور الفراخ، بتدي طعم وبتبقى حلوه قوي، وفي نفس الوقت تبقى طريه معاكي وانت بتاكليها. لو عملتيها رقيقه هتنشف منك، حتى كمان وانت بتقليها في البيض هتطلع ناشفه معاكي وتحسي ان هي مقززه كده مقدده. تمام. الله الله. بصوا بقى، بصوا بصوا دايبه، بصوا بصوا دايبه، الله دايبه وماسكه نفسها. عايزه اقول لكم بجد تحفه قوي يا بنات. عايزين تاكلوها بالشوربه بتاعتها كده كنبه، عايزين تحمروها بقى بالبيض براحتكم خالص، عايزين برضو تخزنوها وهي زي ما هي كده مفيش مشكله، وتطلع وتفكوا على القليه على طول. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو حلوين. الله حاجه كده من الاخر. استحلفكم بالله تصلوا على رسول الله وتعملوا شير علشان الكل يستفيد من معلوماتنا والنصائح اللي بنقول عليها النهارده.